بعد ما عرفنا في البوستات والفيديوهات اللي فاتت قصة الملك مينا اللي وحد مصر، واتكلمنا عن العصر العتيق اللي بيضم الأسرتين الأولى والتانية. تعالوا بقى نكمل ونعرف أكتر عن الأسرة الأولى وأهم ملوكها، وإيه اللي عملوه عشان يثبتوا حكمهم في البلد الجديدة اللي لسه متوحدة. بعد مينا جه مجموعة ملوك مهمين جدا، منهم حور عاحة، جر، دان، قاعة. الملوك دول كانوا بيكملوا اللي بدأوا مينا، وهدفهم كان إنهم يخلوا الدولة تبقى قوية ومنظمة. الملك حور عاحة يعتبر أول ملوك الأسرة الأولى بعد مينا، إن ما كانش هو مينا. الدكتور سليم حسن بيقول إنه ركز على تنظيم الحكم وبنى عاصمة الدولة في منف علشان تبقى قريبة من الشمال والجنوب. وفي عهده بدأت تظهر المقابر الملكية الكبيرة في أبيدوس اللي اتدفن فيها ملوك الأسرة الأولى. تاني ملك هو الملك جار. في عهده الدولة كانت مستقرة أكتر، واتطورت الكتابة والديانة، ولقوا في مقبرته أدوات وأواني عليها نقوش بأسماء الملوك، ودي من أقدم النقوش اللي وصلتنا. بعد كده جه الملك دن. الملك دن كان قوي جدا، وسليم حسن وصفه إنه من أعظم ملوك الأسرة الأولى. عمل نظام إداري واضح وبدأ يسجل الأحداث المهمة على وفي عهده اتصور لأول مرة الملك وهو لابس التاج المزدوج، رمز وحدة مصر العليا والسفلى، وده دليل إن التوحيد كان فعلا ثابت في الوقت ده. بعد كده بقى هنلاقي الملك قاعة، ده آخر ملوك الأسرة الأولى، وفي عهده بدأت شوية اضطرابات بسيطة. اللي بعدها دخلنا على الأسرة التانية، لكن بالرغم من كده مصر كانت لسه دولة قوية ومتحدة. أما بقى عن آثارهم فهي موجودة لحد النهاردة، زي المقابر الملكية في أبيدوس وسقارة، وصلاية نعرمر اللي بتحكي بداية التوحيد، وأختام طينية ونقوش عليها أسماء الملوك دول، وكلهم محفوظة دلوقتي في المتاحف. وسليم حسن بيقول إن أهم إنجاز للأسرة الأولى إنهم حطوا أساس الدولة المصرية، يعني بدأ عندهم النظام والإدارة والديانة المنظمة والكتابة، وده اللي خلى الحضارة المصرية تبقى من أعظم وأطول حضارات العالم.